جماعة حطيت بصل وجزر، مش هحط الباقي دلوقتي. بصل وجزر بس اللي هفرمه الاول. كنت احط الفلفل بقى والطماطم علشان الطماطم متبقاش معايا عصير اهي. اي حاجه في القشره مش حلوه. ده كده هقطعه. كام فص توم كده ده في الاخر برضو اهو. بس هنشوف كده. اهو يا جماعه كده البصل اهو مع الجزر والثوم، طماطم وفلفل اخضر اهو. البهارات بتاعتي بقى فلفل اسود، ملح، بابريكا، شويه من الكزبره الناشفه وشويه من الكاري خلاص، وادي فلفل اسود وادي ملح وبهارات فراخ خلاص. حطهم كده على بعض هنا. ده تقليبه كده. كله بعضه. تتبيله ادخلها كويس في البصل مع الثوم مع الطماطم مع الفلفل الاخضر اهو، كله كده في بعض حرقه كويس اهو. عشان اتبل بقى الفراخ بتاعتي متبله، لكن انا عايزه شويه هنا على البطاطس، بطاطسات مع الجزر. هدعم بقى كله كده في بعضه. خلاص الفراخ بتاعتي بقى هي متبله اهي، اقرب لكم شويه. هي متبله، انا بقى انا في الفريزر متبله، لكن برضه هزود لها شويه من التتبيله. احط تحت الجلد شايفين يا بنات اهو الورك بتدبس من جوه كمان من ورا. انا عايزه التتبيله تمشي فيها كلها اهي. الصدر برضو، طب بس انا الصدر بقى هتبله ازاي؟ انا بحطه برضو تحت الجلد وباجي هنا برص قرصه كده بايديا اهي، وادخل كده التتبيله فيها من جوه في الصدر كده من جوه في وسط المساير اهو. برضو الورك برضو اهوت، لما تاخدوا بالكم برضو في تتبيله اهوت انا هزوده. الصدر زي ما قلت لكم اهوت في فتحه كده من جوه اهو، ادخل كده التتبيله جوه. وكمان
من بره تحت الجناح كده ادخل خلاص. طبعا ده مش هسيبه، ده اهم حاجه، ده هو ده اللي بيديك الطعم في الاخر زي ما شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. صينيه فراغ بقى بالبطاطس بالجزر ملهاش حل. هلاقي كده خلصت؟ لا طبعا لسه. عندي قرن فلفل كده حراق انا هحطه كده في النص. عندي بقى ايه بصلايه كده على الوش كده. مش هحط فوقها علشان اما اجي اشويها من فوق ما يبقاش في حاجه عليها فالجلد ما يتحمرش معايا. انا بعزل كده من بعيد، هو كده حواليها لكن مش عليها بشويها يعني. زي ما انتم شايفين كده خلاص. نص ليمونه كده هعصرها عليها كده من فوق تديها مزازه. كمان هضيف عليها شويه بابريكا من فوق، شويه ملح. رشه ملح كده بايديا. خلي بالنا متقلش ايدينا على الملح يا جماعه. شويه بابريكا كده بس مش بايدي بقى، انا هرش كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. حط كمان شويه من الثوم البودر. توم باودر يا جماعه اهو. ده طعم. في الاخر بقى خالص كده رشه فلفل اسود. عشان الزفاره هي متبلها كويس بس برضو. خلاص كده. رشه زيت بقى بسيطه، انا ما بحبش احط على زيت كتير بصراحه. رشه زيت كده زي ما انتم شايفين كده، حاجه بسيطه كده بس خلاص. حطيلها بقى ميه من بتاعه التتبيله بتاعتها دي اللي في الكبه اهي، عشان الفراخ بتاعتي ما تتحرقش وتتلهي من تحت. انا هحطها في الفرن من تحت لمده نص ساعه تقريبا. بعد كده بحطها في النص ولما تستوي هي بتبقى تقريبا يعني اتشوت، لكن انا بحب احطها تحت الشوايه كمان 5 دقايق. كده النتيجه بتاعتها يا جماعه النهائيه. جربوها تعجبكم جدا. هدخلها الفرن. عايزه اوريها لكم في الفرن بقى بتبقى عامله ازاي. تحت اهي، حطيها من تحت خالص زي ما انت شايفه كده اهي. معايا الفراخ بعد ما خلصت. جربيها مش هتندمي، الطريقه دي جميله. صينيه فراخ كده بالبطاطس والجزر. ارجو منك الدعم والاشتراك، سبسكرايب واللايك. شكرا. السلام عليكم.